مسمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم النهاردة في حلقة جديدة من استشارات طبية. واستشارات طبية النهاردة هتبقى متعلقة بمرض السمنة، لأن مرض السمنة دلوقتي من الأمراض المنتشرة انتشار عنيف على مستوى العالم، وهو مرض من الأمراض الغير معدية، بس للأسف هو سبب لأمراض تانية كتير، فلازم كلنا ناخد بالنا من مرض السمنة. مستني ان شاء الله في الاول استشاراتكم واتصالاتكم عشان لو في حد عنده استفسار او اتصال بخصوص اي مشاكل بخصوص مرض السمنه. هنبتدي الاول ان احنا هنتكلم عن السمنه، ان هو مرض غير معدي زي ما اتفقنا، وهو بيبقى سبب لامراض كتير قوي. يعني الشخص اللي بيبقى بيشتكي من مرض السمنه او زياده الوزن بيبقى عرضه انه يبقى عنده ضغط او سكر، بيبقى عرضه لمشاكل في الشرايين او في الاوعيه الدمويه. شرايين القلب ممكن تعمل مشاكل في القلب، وشرايين الأوعية ممكن تعمل عندنا دوالي أو تصلب في الشرايين. برضو عندنا من المشاكل اللي بتيجي نتيجة مرض السمنة مشاكل العظام، زي آلام أسفل الظهر، آلام الركبتين، آلام المفاصل. كل دي أمراض بتيجي مع مرض السمنة. فبالتالي إحنا لما بنعمل وقاية أو علاج لمرض السمنة، فبالتالي إحنا بنمنع الأمراض دي كلها. برضو عندنا مرض السمنة من الحاجات اللي بتبقى مجهدة ماديا على الأسرة، لأن الأسرة اللي بتعتمد على الأكل التيكاوي كتير أو المصاريف في الأكل كتير، لأن الشهية عندها كبيرة شوية أو بتميل لأكل التيكاوي، من الحاجات اللي بتبقى مرهقة ماديا في الأكل أو كمان في العلاج بتاع مرض السمنة. فبالتالي الوقاية من مرض السمنة بتبقى أفضل علاج قبل ما يبقى مرض سمنة موجود عندنا. برضو الوقت المفروض ان انتشار مرض السمنة عالميا بيزيد كل سنة عن السنة اللي قبلها، والابحاث كل يوم بتدور في الجديد في مرض السمنة وكيفية علاج مرض السمنة، سواء بالعلاجات الدوائية او بالجراحات او بالاجهزة الطبية. فكل يوم ان شاء الله في جديد. اخر حاجة مفروض ان هم بيحاولوا الوقت يدوروا عن الجين المسؤول عن مرض السمنة، بحيث ان احنا نحاول ان احنا نسيطر على الجين ده بالنسبة للأطفال، حتى اللي بيبدأ سنهم يزيد وهم عندهم زيادة في الوزن، أو حد اكتسب وزن زيادة بعد مرحلة البلوغ، أو واحدة سيدة بعد الحمل والولادة بدأ وزنها يزيد. فالدراسات لسه مستمرة على الموضوع ده، وإلى الآن لحد دلوقتي ما وصلوش لحل أمثل لعلاج مرض السمنة غير النظام الغذائي أو الرجيم زي ما بيقولوا. طبعا احنا عندنا مرض السمنة من الحاجات اللي ممكن تعمل عندنا مشاكل نفسية ومشاكل اجتماعية بالنسبة للشخص البدين أو اللي بيشتكي من زيادة في الوزن. بالنسبة للمشاكل الاجتماعية، ممكن تخيل إن أنا مريض سمنة أو وزني زائد، هيبقى عندي مشكلة إن أنا مش عارف أصلي، مش عارف أنزل أقعد على الأرض أو أقف، حتى لو أنا صليت مش هعرف أطلع أو أنزل بسهولة. هيبقى بيشتكي إن هو مش عارف يربط الشوز بتاعه، فبتبقى مشكلة. بيشتكي إن هو مش عارف يتحرك زي الناس، يعني مش عارف يروح ويجي. لو طفل في المدرسة هيلاقي زملاته كلهم بيجروا وبيروحوا وبيتنططوا وبيطلعوا وبينزلوا، بس هو مش قادر يعمل زيهم. فبقت المشكلة مشكلة اجتماعية ومشكلة نفسية. ومشكلة كمان ان السمنة مش بتعمل مشكلة اجتماعية بس، كمان مشكلة نفسية، الاكتئاب. بيجي كتير قوي للناس اللي عندها سمنة وبيجوا لنا في العيادات بيشتكوا من مرض الاكتئاب او الحالة النفسية السيئة، ودي من الحاجات اللي بتعيق معايا نزول الوزن. فلازم نقول لكل شخص عنده زيادة في الوزن، خد بالك
زيادة الوزن بتعمل حالات نفسية سيئة، فاحنا نتقبل الوضع اللي احنا عليه ونحاول ان احنا نغير من نفسنا. وزي ما اتفقنا العلاج الامثل لمشكلة السمنة او زيادة الوزن هو النظام الغذائي، والنظام الغذائي ده رقم 1 في نزول الوزن. رقم 2 بعد كده عندنا و3 و4 الرياضة، وعندنا الأدوية، وعندنا الجلسات، وعندنا الجراحة. كل دي عوامل مساعدة مع النظام الغذائي. طبعا كلنا للأسف في كل بيت في 1 أو 2 على الأقل عندهم زيادة في الوزن أو مرض السمنة، فبالتالي لازم كلنا نحاول ان احنا نشجع الشخص اللي بيحاول يخس، لأن الحالة النفسية زي ما اتفقنا هي سبب رئيسي في زيادة الوزن. كل ما الشخص، في ناس كتير قوي بتشتكي ان هي كل ما حالتها النفسية تسوء يبتدوا ياكلوا اكتر، ويبتدوا يحبوا ان هم يطلعوا حالتهم النفسية في الاكل، وطبعا ده غلط. عمر ما الحالة النفسية بتتعالج بالاكل، والا كان الطفل الصغير لما كان بيبكي بنرضعه بيسكت. لا، للاسف هو الطفل المفروض ان هو كل ما بيبكي وهو جعان لو رضع خلاص بيبقى الحالة النفسية ما بتتحسنش، لان هو الجوع بس هو اللي كان بيخليه يبكي، وبعد كده خلاص رضع فالحالة اتحسنت. اما لو هو حالته النفسيه سيئه ورضعناه مفيش اي مشكله خالص، هيفضل يعيط تاني. فبالتالي لازم نغير له الوضع اللي هو فيه او نحاول نلعبه شويه، فبالتالي بتبدا تروح الحاله النفسيه السيئه وتتحسن. فبالتالي احنا دايما نقول يا جماعه يا اللي عندكم سمنه او زياده في الوزن، عمر ما الحاله النفسيه السيئه تخليني اكل كتير او هو ده اللي هيطلع همي في الاكل، فبالتالي انا هبقى كويسه او هبقى مرتاحه نفسيا. مهم جدا طبعا نعرف ان الاكل او الغذاء اللي احنا بناخده لازم يبقى غذاء متوازن، لازم يبقى فيه كل القيم الغذائيه اللي الجسم محتاجها، ولازم نغير عاداتنا الغلط اللي احنا ماشيين عليها. مشكلتنا ان احنا بنتخيل ان احنا داخلين في مشكله كبيره اللي هي مشكله الرجيم، داخلين سجن هنخش فيه شويه وهنطلع نعمل كل حاجه زي ما كنا بنعمل قبل كده. طبعا ده غلط كبير جدا، لان احنا مشكلتنا ان احنا ما بنحددش مشكلتنا في الاول. لما بروح لدكتور رجيم او دكتور تخسيس لازم يبقى عنده درايه كامله باللي بيحصل معايا. لازم نعمل له اول حاجه تحليل للجسم، زي احنا بنحدد نسبه الدهون قد ايه في الجسم، نسبه الكتله العضليه قد ايه، نسبه الميه قد ايه، ومعدل الطاقه او الحرق بتاع الجسم قد ايه، وعلى اساسه بنبدا نحدد البرنامج الغذائي او العلاجي بتاع الشخص اللي قدامنا ده هنمشيه على ايه، سواء في الفطار او في الغداء او في العشاء، سواء هو طبيعه مجهوده وحركته زياده ولا لا، حسب طبيعه شغله، هل هو ست بيت قاعده في البيت، هل الشخص ده مفروض ان هي واحده بترضع او لا. كل دي عوامل بتاثر معانا في النظام الغذائي اللي بناخده. دي من المشاكل اللي بتواجه الشخص. فلازم برضو الشخص اللي بيبقى عنده زيادة في المية بيبقى له نظام مختلف، الشخص اللي بيبقى عنده زيادة في نسبة الدهون بيبقى عنده نظام مختلف تاني. كل دول بيبقوا مختلفين عن بعض. للأسف الناس بتروح الوقت العيادة، واحد بيروح والتاني بياخد منه الروشتة والتالت بياخدوا منه الروشتة، وكلهم بيمشوا على نفس النظام. فبالتالي ده بيأثر معانا ان الشخص ده ممكن يخس والشخص ده لا. ولازم نبقى نعرف ان كل شخص مختلف في نزوله. في شخص ممكن ينزل كيلو في الاسبوع، وفي شخص ممكن ينزل نص، وفي شخص ممكن ينزل 2. طبيعة الاجسام مختلفة من شخص للآخر. المجهود الحركي زي ما اتفقنا بيأثر معانا في النزول، فبالتالي مش انا هعمل نفس الورقة فواحد تاني هيعملها ممكن يجيله هبوط لان هو بيعمل مجهود حركي ورياضي اكتر. كل دي عوامل بتأثر معانا في نزول الوزن، وممكن تعيق معايا الرجيم، فبالتالي يفشل برنامج الرجيم اللي انا ماشي عليه، او ما اعرفش اكمله او امشي عليه شويه وابطله. وبرده من الحاجات اللي ممكن تاثر معايا اليويو دايت، الناس اللي بتعمل رجيم شويه وتسيب الرجيم شويه. يعني انا النهارده عملت رجيم اسبوع والتاني والتالت وزهقت، انا هسيبه شويه، هريح اسبوعين 3 شهر وارجع اكمل تاني. طبعا هينزل شويه ويرجع يزيد تاني، وينزل شويه ويرجع يزيد تاني. لازم نفهم العيان ان الموضوع على حسب كتله الجسم عنده، على حسب هو زيادة 10 كيلو 15 كيلو 20 كيلو، بنحدد له التايم أو الوقت اللي هو هيستغرقه في فترة الرجيم أو فترة نزول الوزن. في ناس بتاخد شهر وفي ناس بتاخد 2، معانا لحد 6 شهور أو سنة. طبعا في الفترة دي بنحاول ننزل الشخص النزول الصحي الجسم ينزله طبيعي بدون ما يأثر على الصحة عنده، لأن كتير قوي بيعملوا رجيمات غلط، وللأسف في دكاترة بتعمل رجيمات الغلط دي دلوقتي، ويقول لك بننزلها 15 كيلو و10 كيلو في الشهر بدون حرمان وبدون رياضه وبدون اي حاجه. طبعا ده غلط. لازم يبقى فيه نظام غذائي متزن، في فطار وغدا وعشاء
ممكن ينزل الشخص نزوله الطبيعي كيلو او كيلو ونص او 2 على حسب نزوله الطبيعي، وبيوصل للمعدلات الطبيعيه. في ناس بتوصل ل 8 و10 كيلو بمعدلهم الطبيعي كده، وفي ناس اقل. زي ما احنا قلنا بنقيس في الاول كتله الجسم ونسبه الدهون ومعدل الحرق بتاع الجسم، وعلى اساسه بنبدا نحدد. في ناس معدلاتها في الحرق بتبقى قليله، يعني بيبقى الشخص عنده معدل حرق اقل من الطبيعي 200 300 طاقه كالوري بير داي. المفروض ان الطاقه دي احنا بنفقدها عن طريق المجهود الحركي بتاعنا، لان احنا طبعا نبقى عارفين ان الواحد عشان يحرق كيلو دهون لازم يحرق 7000 سعر حراري. ال 7000 سعر حراري بيجيبوا معايا كيلو دهون. فاحنا نحاول دايما ان احنا نبقى عارفين ان الجسم لما بيبدا يعمل رجيم ممكن ينزل في الاول نسبه اعلى من اي اسبوع قبل كده، لان طبعا الجسم بينزل شويه ميه زياده في الجسم، وبينزل شويه دهون متخزنه في الكبد بتبقى خفيفه وسهله، فممكن ينزل اول اسبوع من 2 ل 3 او 4 كيلو في الاسبوع الاولاني. بعد كده بيبدا المعدلات تقل، ممكن توصل كيلو او كيلو ونص او 2 كيلو، لان احنا المعدلات الطبيعيه من نص كيلو ل 2 كيلو. تخيلوا ان منظمه الصحه العالميه بتقول لنا ما ننزلش اكتر من 2 ل 4 كيلو في الشهر، بس طبعا ده لو اتعمل في مصر الناس مش هتروح تخس خالص، لان هم بيبقوا عايزين يحسوا بنتيجه سريعه. فلازم نحاول نفهم العيان، ويبقى كل شخص عارف ان هو لما يخس هيخس الخسسان الطبيعي اللي مش هيأثر عليه، لان هو هيغير. معانا اتصال. الو. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. ممكن اسال حضرتك على حاجه؟ اتفضلي يا فندم. انا عندي ولدين، تمام، والده قيصري. تمام. وسني 30 سنه ووزني 75 كيلو. 30 سنه ووزني 75 كيلو. والوزن 75 كيلو. طولي 164 سم. 164 سم. ايوه، وانا دلوقتي في مرحله الرضاعه. كنت عايزه اعرف رجيم كويس اقلل بيه وزني وفي نفس الوقت ما ياثرش على الرضاعه. بتشتغلي ولا حاجه؟ لا، حاليا مش بشتغل. حاولتي تعملي رجيم قبل كده؟ بصراحه لا، كان وزني كويس فما كنتش بعمل رجيم يعني. طيب السمنه عندك متركزه في حتت معينه ولا الجسم كله؟ المنطقه السفليه. المنطقه السفليه. حاولتي تروحي للدكتور او قستي نسبه الدهون او الميه قبل كده ولا لا؟ لا خالص، يعني اول مره وزني يزيد كده بعد الولاده الثانيه، فبفكر اعمل رجيم احافظ بيه على الرضاعه وفي نفس الوقت اقلل بيه وزني. تمام. طيب حاضر، هرد على حضرتك. شكرا. بتشتكي المدام اللي اتصلت ان هي عندها ولدين وهي سنها 30 سنه، وزنها 75 كيلو، طولها 164 سم، والزياده جت بعد مرحله الولاده. المفروض طبعا ان هي كانت بعد كل ولاده كانت تأهل نفسها، والحمد لله الزياده اللي عندها مش كتير، ممكن تتلحق بسهوله. مهم جدا طبعا انها تقيس نسبه الدهون ونسبه الميه ونسبه الكتله العضليه ومعدل الحرق في الاول، عشان نبدا نحدد عليه البرنامج اللي هنمشي عليه. لان طبعا في ناس مع الحمل بيبدا يزيد نسبه الميه شويه في جسمها، وبتبدا تزيد الكتله العضليه وبيحصل شويه تراجع في العضلات، وممكن برضو تزيد معايا الكتله الدهنيه اكتر نتيجه التغيرات الهرمونيه كل ولاده. مهم جدا طبعا ان هي دلوقتي ما بتشتغلش، ان هي لازم تحرك نفسها، لازم نتحرك، مجهود حركي ورياضي ولو على نص ساعه في اوسع حته في البيت. لو في طرقه طويله شويه او صاله واسعه ممكن ان انا بروح واجي فيها نص ساعه. بنحاول ان احنا نتبع نظام غذائي صحي، تروح لدكتور يكون متخصص في التغذيه عشان يديها النظام الغذائي الصحي بناء على القياسات اللي هيقيسها جهاز قياس نسبه الدهون ومعدل الحرق ونسبه الميه في الجسم. طبعا بالنسبه للسمنه السفليه وللاسف بتبقى نزولها قليل شويه مع الرجيم، لان الجسم بينزل من فوق لتحت، وما بيجي يزيد بيزيد من تحت لفوق. فناخد بالنا ان دايما السمنه السفليه نزولها قليل. فطبعا في الفتره اللي هي بتعمل فيها رجيم لازم يبقى فيه مجهود حركي للجزء السفلي. هنستقبل اتصال ونرجع تاني للمدام اللي كانت بتتصل بينا. ايوه ندى. ايوه يا دكتور، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي يا ندى. حضرتك يا دكتور انا عندي 32 سنه. ايوه. وجبت ولد، معايا ولد دلوقتي. تمام. وبطني زادت قوي وشفطت دهون والكلام ده وركبت حزام، بس الزياده واضحه جامد يعني في منطقه البطن. عملت جراحه شفط دهون؟
لا هو انا عملت شفط دهون وانا بولد يعني. تمام تمام. اثناء الولاده. الوزن قد ايه يا ندى؟ انا وزني 66 كيلو. 66. والطول تقريبا قد ايه؟ الطول انا مش عارفه. يعني تقريبا طويله ولا قصيره؟ لا انا مش طويله، انا قصيره. تمام. عملتي اي عمليات قبل كده غير القيصري؟ لا عملت الزايده بس، عمليه الزايده. قبل الجواز كان وزنك كده ولا زاد بعد الولاده بس؟ لا هو الموضوع ده جه بعد الجواز، كانت بطني زايده شويه صغيره. كويس. بس بعد الولاده ظهرت اكتر، ويعني شكلي دلوقتي زي ما اكون انا لسه حامل. طيب لما بتشفطي بطنك بتلاقيها قلت كتير؟ لا. تمام. بتحاولي والدكتور تمارسي كمان كان مديني ورقه فيها تمرينات والكلام ده، وعملت التمرينات ما جابتش اي نتيجه. انت حاولتي تروحي لدكتور رجيم او تنظمي النظام الغذائي بتاعك؟ رحت لدكتور الرجيم قبل كده ورجعت تاني، مع العلم ان انا عندي سكر واكل قليل جدا. عندك سكر؟ ايوه يا فندم. من قبل كده ولا جالك مع الحمل؟ لا انا السكر جالي من قبل الحمل بكتير. تمام. بتمارسي اي نوع رياضه او بتشتغلي؟ لا انا ما بشتغلش مش بمارس اي نوع رياضه. بتاخدي علاجات ايه للسكر؟ باخد هرمونين وباخد فيتامين معاه. تمام. طيب ماشي يا ندى، حاضر هنرد عليكي. ماشي يا ندى. هنرجع للمتصله اللي اتصلت في الاول. مفروض ان زي ما اتفقنا ان هي هتمارس رياضه وهتمشي على نظام غذائي افطار وغدا وعشاء. مهم جدا بقى في الفتره دي ان هي برضو في خلال فتره الرجيم انها تعمل تفتيت دهون موضعي على الجزء السفلي، بس تحاول انها ما تنتظمش فيه اكتر من مره في الاسبوع على فتره طويله، هتاخد معاها شهر او شهرين على حسب المساحه عندها والمقاسات عندها. طبعا الاجهزه اللي بتعمل تفتيت دهون هتستعمل هي عباره عن الليزر البارد، وده ممكن ننزلها من 2 ل 3 سم في الجلسه، او الكافيتيشن برضو بينزل من سنتي ل 3 في الجلسه. دي الحاجات المتاحه ليها مع الحركه والرياضه اللي على الجزء السفلي كتمرينات للجزء السفلي او طلوع سلم ونزول سلم كتير، مع اتباع نظام غذائي صحي. وتهتم طبعا في النظام الغذائي عشان هي بتقول ان هي بترضع على السوائل كتير، مش اقل من 8 كوبايات ميه في اليوم، مش اقل من 2 كوبايتين لبن يوميا. تحاول ان هي ما تشربش نسكافيه او شاي وقهوه كتير عشان الحاجات دي مضره للبول، فبالتالي بتقلل نسبه الميه اللي داخله جسمي. واحنا في فتره الرضاعه مهم جدا ان احنا نحافظ على نسبه الميه كويسه، عشان دي من الحاجات اللي بتحافظ معانا على كميه اللبن اللي رايحه للبيبي كويس قوي. مع الحفاظ على الرياضه اللي بتنشط معايا الدوره الدمويه للغدد اللبنيه، فبالتالي بتحافظ معايا على كميه اللبن اللي رايحه للبيبي كويس قوي. مع النظام الغذائي احنا بنقول دايما في اللي بترضع ان احنا عندنا هرم لازم نمشي عليه. قاعده الهرم مفروض ان احنا 3 زوايا في الغذاء الصحي، مع شرب السوائل واللبن كتير، مع الرياضه والحركه كتير، الشخص يخس كويس بدون اي مشاكل صحيه لا على الام وعلى الطفل. فبالتالي احنا مهم جدا ان احنا ننتظم على الحاجات دي، ولازم تروحي لدكتور متخصص يقيس لك نسبه الدهون ومعدل الحرق ويحدد لك ايه البرنامج اللي هتمشي عليه الصحي عشان ما ياثرش عليكي. اما بالنسبه لندى فهي بتشتكي ان هي عندها مشكله البطن كتير قوي، بيحصل له ترهل في البطن، وخصوصا ان هي مريضه سكر في مرحله الولاده. طبعا قبل الولاده بتقول ان هي اشتكت ان هي عندها زياده في الوزن في منطقه البطن، ودي اكتر سمنه بتظهر مع مريض السكر. يعني مريض السكر للاسف لما بيهمل في نفسه شويه بيزيد زياده مهوله وبيزيد زياده سريعه، لانه بيبقى عنده حاجه اسمها مقاومه الانسولين للحرق، انسولين ريزيستنس. الانسولين ريزيستنس دي مفروض ان هي بتبقى عنده مقاومه زياده شويه في مريض السكر، وبتبقى اكتر منطقه فيها دهون بالنسبه له منطقه البطن، وبتزيد زياده سريعه لو اهمل في نفسه في الغذاء بتاعه. فبالتالي رقم 1 لازم نعمل تاهيل لعضله البطن، مهم جدا عشان تبدا تحرق معايا منطقه الوسط او منطقه البطن. مهم جدا ان انا امشي على نظام غذائي واتبعه طول عمري، لان طبعا مريض السكر زي ما اتفقنا بيتخن بسهوله، فبالتالي لا ينفع يجوع ولا ينفع يشبع، لازم ياكل مش اقل من 5 وجبات يوميه مع ممارسه الرياضه اليوميه لا تقل عن نص ساعه. طبعا انت ممكن تعملي التمرينات اللي الدكتور قال لك عليها بالنسبه لعضله البطن، بس مش كافيه ان انا اعملها لوحدها.
مش كافيه ان انت تعملي تمرينات البطن كافي لوحدها، لازم ان احنا نمارس معاها نظام غذائي ونعمل معاها جلسات تفتيت او شد لترهلات البطن، زي حاجه اسمها السرندر تون وحاجه اسمها الليزر على منطقه البطن. فبالتالي المقاسات عندك هتنزل تقريبا من سنتي ل3 في الجلسه، وهتلاقي منطقه البطن بتقل كويس. هي الحمد لله هي منطقه البطن بس اللي عندها، فبالتالي هتلاقي نتيجه سريعه ونتيجه كويسه. بس هو مريض السكر دايما في منطقه البطن ما بينزلش بسهوله، فناخد بالنا ان احنا نعمل كل الحاجات دي مع بعضها، ما نعملش حاجه واحده، لان هي استعملت الرياضه بس. طبعا الرياضه بس عمرها ما هتخسس البطن في مريض سكر. اتباع نظام غذائي مهم جدا يا ندى، لازم تاخدي فطار وغدا وعشاء. لو هنفطر الصبح مفروض نص رغيف بلدي مثلا ب3 معالق فول معاهم قطعه جبنه، وممكن بين الفطار والغدا ممكن ناخد سناك او وجبه خفيفه كطبق سلطه فاكهه في ثمرتين فاكهه. ممكن في وجبه الغدا ناخد اي نوع من انواع النشويات زي الرز او المكرونه، او نص رغيف بلدي او 2 شريحه توست، وناخد معاهم اي سورس بروتين، مصدر للبروتين زي اللحمه او الفراخ او السمك او التونه. ونحاول دايما نخف وجبه العشاء. بالنسبه لك مهم جدا ان انا اقلل وجبه العشاء، ويا ريت تبقى كوبايتين زبادي وثمره فاكهه، ما يحاولش ان احنا نزودها عن كده، لان اكتر حاجه تبدا تزود منطقه بطني لو انا باكل بالليل كتير او باكل وانام على طول، ده من الحاجات اللي بتزود معايا منطقه البطن، فهنحاول ان احنا نتجنبها. فبالتالي هتلاقي ان شاء الله وزنك بينزل كويس مع منطقه البطن اكتر بتنزل معايا كويس. هنرجع لموضوعنا. معانا اتصال محمد. ايوه محمد اتفضل. ايوه دكتور السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام، اتفضل يا محمد. دكتور الله يكرمك، انا عملت عمليه في ظهري. معلش علي صوتك شويه يا محمد. 10/2012. ممكن تعلي صوتك شويه؟ وركب مكان المسامير. سامعني يا محمد؟ نعم؟ ممكن تعلي صوتك بعد اذنك شويه؟ تمام، اعلي صوتك. انا وزني زياده يا دكتور، انا وزني تقريبا 123 كيلو. ايوه. انا عندي 31 سنه. تمام. طولي 176. تمام. فحضرتك انا كانت عندي مشاكل قديمه مع ظهري، فعملت عمليه بتاريخ 22/10/2012. تمام. شلت فقرات ومركب مكانهم 6 مسامير دلوقتي، وطبعا عندي مشاكل اللي هي موضوع الاعصاب والكلام ده. فيا ريت يعني حل بموضوع التخسيس يا دكتور. انا حاولت اعمل الرجيم قبل كده، نزلت 7 كيلو كان بعد فتره العمليه. في خلال قد ايه يا محمد؟ عن طريق يعني شربت ميه كتير. نزلت 7 كيلو في خلال قد ايه؟ 7 كيلو نزلتهم في خلال تقريبا ممكن شهر او حاجه زي كده. جميل. تمام. بس ده ما عملتش اي دايت، يعني انا كنت بشرب ميه باستمرار وكنت باكل الالياف. جميل. تمام. فحضرتك طبعا انا فتره العمليه اللي قعدتها، يعني انا الدكتور طبعا ما كانش بياكلني، قعدت تقريبا 5 ايام كنت بشرب عصاير وميه. للاسف زدت 2 كيلو في الفتره دي. زدت 2 كيلو. كانت العصاير بسكر مش كده؟ عصاير فيها سكر طبعا. تمام. فزدت 2 كيلو بعد خروجي من العمليه. طبعا يعني انا الحركه عندي كانت ضعيفه، ما كنتش بتحرك، يعني الحمد لله انا خرجت من المستشفى بفضل الله بعد 15 يوم. جميل. من اجراء الجراحه، وكنت بتحرك تاني يوم مباشره من الجراحه اتحركت. تمام. قال اتحرك يمين او شمال مفيش عندك مشكله، وخامس يوم بدات امشي. طيب الحمد لله. الحمد لله رب العالمين بفضل الله تعالى. فانا عايز من حضرتك ربنا يجازيك خير تليفون حضرتك الشخصي بحيث توصل مع حضرتك اكتر برضه. طيب حاضر، هتستنى بس معايا على الكنترول وهيدوك التليفون وانا هرد عليك يا محمد برضه. ماشي، تحت امرك يا محمد. محمد بيشتكي ان وزنه 123 كيلو وخس، مفروض ان هو خس 7 كيلو قبل ما يعمل العمليه. طبعا شرب ميه وخد الياف كتير، دي من الحاجات اللي بتنشط معايا الجهاز الهضمي كويس قوي، وخصوصا القولون، وهو المرحله اللي المفروض بيحصل فيها امتصاص للدهون كتير. دائما الشخص اللي بيبقى عنده القولون فيه امساك او ما بيصرفش كويس بيبقى عنده زياده في الوزن سريعه، ما بيخسش كويس، فبالتالي هو نشط معايا القولون كويس قوي، فبالتالي بدا يخس الخسان اللي هو قال عليه. برضو الميه من الحاجات اللي بتساعد معايا في رفع معدل الحرق، لان هي بتنشط معايا الجهاز الليمفاوي او الليمفاتيك سيستم اللي بيساعد معايا في طرد الدهون والسوائل بره جسمي بسرعه، فبالتالي خس 7 كيلو بيقول في خلال شهر. فبالك هو لو عمل ريجيم كويس مع الحاجات اللي هو بيعملها دي، فبالتالي ان شاء الله يخس خسان كويس جدا ونتيجه كويسه وسريعه بدون اي مشاكل صحيه عليه، وهياخد برضو غذاء متوازن. بس مهم جدا طبعا ان احنا نقيس نسبه الدهون عنده قد ايه.
وللاسف هو برضو عنده مشاكل في ظهره، فمش هيعرف ان انت تمارس رياضه كتير يا محمد دلوقتي. كل المطلوب منك ان انا احاول امشي على قد ما اقدر، ولو من ربع ساعه لتلت ساعه، ما اجهدش نفسي قوي، وازودها تدريجي مع نزول وزني. لان الشخص، تخيل شخص عنده 123 كيلو اكنه شايل 123 كيلو وبيتحرك بيهم، ما بالك لو هو خس 20 كيلو وماشي ب 120 كيلو، فبالتالي الموضوع بالنسبه له هيبقى اخف. فهو لو خسينا كل ما نخس في فتره الرجيم بتاعنا هنزود المجهود الحركي، فان شاء الله مش هيبقى عليك حمل على الظهر. مهم جدا في الفتره دي ان انا احاول ان انا اخد فطار وغدا وعشاء، لازم ناكل ال3 وجبات. لو عندي سمنه موضعيه وخصوصا في منطقه البطن لازم تنزل يا محمد، لان دي من الحاجات اللي بتسمع معايا في الظهر، لان لو بروز البطن سنتي قدام بيعمل حمل 10 كيلو على الظهر. معانا اتصال وهنرجع تاني لمحمد. هاي ياسمين. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا، ازيك يا ياسمين؟ بعد اذن حضرتك، بس انا كنت بسال، هو انا عندي نفس المواصفات بتاعه الاخت اللي اتصلت في الاول، عندي 30 سنه و75 كيلو برضه. تمام. بس الفكره في ان انا عملت دايت كذا مره، فعندي زي ترهلات في منطقه الصدر جامده وما بتروحش خالص حتى لما بعمل دايت تاني. وبرضه الرياضه بتجيب نتيجه في جسمي كله، بس في يعني في منطقه الصدر دي ما بتجيبش نتيجه خالص. تمام. فعايزه اعرف بس من حضرتك يعني رياضات معينه اعملها. وكمان كنت عايزه اعرف فكره ان يبقى في مثلا يوم فري، يعني انا مثلا ما بعرفش اقعد فتره طويله اعمل دايت، يعني ممكن مثلا اعمل اسبوع واخد مثلا يوم فري، فهل اليوم الفري ده غلط في النظام ولا ممكن ان انا اعمله ولا ايه؟ انت وزنك كام؟ برضه عندي مشكله ثانيه ان انا ما بشربش ميه كتير. تمام. فعايزه اعرف يعني هل مثلا في بدائل للامر او كده؟ وجزاك الله خيرا، ربنا يكرمك. انت طولك قد ايه يا ياسمين؟ طولي تقريبا 164. 164؟ انت عملتي رجيمات قبل كده؟ يعني انت خاسه ل 75 ولا كنت اكتر من كده وخسيتي ل 75؟ والله هو انا في الاول كنت 90 كيلو وبعدين نزلت لغايه 62 تقريبا في سنه، خلال سنه، وبعد كده رجعت تاني وزدت لغايه 80 وبنزل لغايه 75، فيعني ماشيه في الرينج ده من 79 لغايه 75، بزيد وبقل. فهو ده برضو اللي مبوظ شكل جسمي شويه، حاسه ان الخلايا بدات ترهل من نفسها. فعايزه اعرف مثلا لو في كريمات، في رياضه، في حاجه زي كده اعملها يعني. طيب انت لما خسيتي من 90 لحد 62 هل كان معاه ممارسه رياضه ولا رجيم بس؟ لا، كنت بعمل رياضه ورياضه منتظمه، كنت بروح الجيم كل اسبوع وكده، وكنت بمشي برضو كتير. لكن دلوقتي انا برضو عشان معايا اولاد وقاعده في البيت على طول، فبحاول ان انا مثلا اجري زي ما حضرتك بتقول في طرق طويله في البيت او كده، بس برضو مش بانتظام. ولادات كم مره يا ياسمين؟ مرتين بس، الطبيعي الحمد لله. الترهل بس في منطقه الصدر؟ هو يعني الترهل الشديد في منطقه الصدر اللي مش بيروح، لكن في ترهلات في المنطقه السفليه بس بتروح مع الرياضه. جميل، تمام، حاضر، هرد عليك يا ياسمين. شكرا، متشكره جدا. السلام عليكم. وعليكم السلام. بالنسبه لياسمين، المفروض ان هي وزنها كان 90 ونزلت ل 75، وبتقول ان هي كانت بتمارس رياضه، المفروض كانت تكمل، وهي هتلاقي برضو عندها المشكله ان كانت عندها سمنه سفليه. دايما اللي بيبقى عنده سمنه سفليه بيخس من فوق كتير، وممكن منطقه الصدر بتترهل قوي، فبتحاول ان هي برضو الدكتور اللي كانت ماشيه معاه انها كانت تقول له على المشكله دي. كان في خلال الفتره اللي في الاول دايما ترهل الجلد من الحاجات اللي لو اتلحق في الاول بيبقى نتائجه احسن واسرع. يعني انا وانا بخس ممكن لو حاسه ان مكان عندي بيخس اكتر، لو عملت عليه جلسات السلندر تون بالذات بالنسبه لها على منطقه الصدر وخصوصا في الفتره دي مفيش مشكله، هيبدا يشده لها ويرفعه لها كويس قوي. مهم جدا في كريمات للتخسيس او شد الترهلات بتساعد معانا في الموضوع ده، بس بتاخد وقت شويه، مش اقل من 2 ل3 شهور، بس الانتظام عليها صبح وبالليل. مهم جدا ان هي تحاول تعمل حاجه اسمها كمادات التلج، ودي مهمه جدا في رفع معدل منطقه الصدر وشد الجلد بتاعه كويس، لان هي بتنشط الدوره الدمويه وبتزود حاجه اسمها الالاستين والكولاجينيز بتاعه الجلد، فبالتالي بتخلي شكل المنطقه احسن كتير مع ممارسه الرياضه وخصوصا للجزء العلوي. لان احنا دايما لما بنمارس رياضه ممكن نركز على الجزء السفلي ونسيب الجزء العلوي، فبالتالي مفيش دوره دمويه بتتنشط معايا فوق جامده وخصوصا للمنطقه دي، فبالتالي بتقل معايا قوي. نحاول ان احنا نشرب ميه وسوائل كتير، عشان السوائل والميه من الحاجات اللي بتساعد معايا في الحفاظ على الجلد، وهي بتشتكي ان هي ما بتشربش ميه، لان شرب الميه من الحاجات اللي بتحافظ معايا على البشره والجلد كويس قوي.
فمهم قوي يا ياسمين ان احنا في خلال فتره الرجيم او في خلال الفتره اللي جايه ان انا اشرب ميه كتير. ما بشربش ميه احاول ان انا اجزأها، ولو يبقى معايا ازازه واشرب منها بقه او 2 قبل كل اكل، مفيش فيها مشكله. وبعد الاكل بساعه اشرب برده كوبايه صغيره. احاول اشرب مشاريب دافيه بخلاف الحاجه اللي فيها كافيين، الحاجات اللي فيها شاي وقهوه ونسكافيه نحاول نتجنبها شويه، زي ما قلنا في اول حلقه ان الحاجات دي طارده للميه بره جسمي. فبالتالي لازم نحاول ان احنا نشرب مشاريب زي اليانسون او النعناع او القرفه او الشمر او البردقوش. كل دي حاجات بتساعد معايا في دخول الميه جسمي، كل كوبايه منها بكوبايه ميه داخله جسمي. والحمد لله احنا في الشتاء دلوقتي، ففرصه ان انا اتعود على السوائل الدافيه، هتدفيني وهتديني طاقه، وبالتالي هتساعد معايا في نزول الوزن ودخول الميه جسمي. فبالتالي الجسم هياخد الميه اللي هو محتاجها، وهيبدا الجلد عندها الترهلات اللي في الجلد تبدا تتحسن. ما تحاولش انها في الفتره دي انها تنزل وزنها كتير بسرعه، تحاول تنزل بكميه قليله، لان النزول والطلوع السريع بيعمل اليويو دايت ده بيعمل ترهل في الجلد او تفتيح في الجلد. فبالتالي احنا نحاول ننزل النزول الصحي اللي هو من نص ل2 عشان الجلد يبقى عنده القابليه انه يلم في الفتره اللي انا بنزل فيها كويس، ما يبقاش نزول سريع فالجسم يتهدل او يحصل له ترهل. يا ريت اكون جاوبت على كل استفساراتكم وتساؤلاتكم الخاصه بالرجيم او التخسيس او السمنه. فبالتالي احنا نكون استفدنا استفاده كامله، ونحاول على قد ما بنقدر ان احنا نتبع التعليمات كامله، ما نمشيش على سطر ونسيب سطر. واللي بيعمل رجيم يصبر، لان مع الصبر دايما بيوصل للحاجه اللي هو عايزها، ما يزهقش، لان اكيد هيجيله مرحله ثبات لازم يعديها، لان الدكتور اللي هيبقى متابع معاه هيعوده ازاي يعدي المرحله دي. طبعا الرياضه من الحاجات المهمه اللي بتساعد معايا في نزول الوزن والحفاظ على شكل الجسم عشان ما يحصلش فيه ترهلات. شرب الميه والسوائل من الحاجات اللي بتنشط معايا الجهاز الليمفاوي وبتنشط معايا معدل الحرق، فبالتالي الجسم يخس كويس. فبالتالي احنا عايزين نحافظ على كل حاجه. ما ينفعش ان انا امشي على سطر واسيب سطر، ما ينفعش ان انا انتظم على الرجيم 2 وابطل، الا ما اقول للدكتور انا ممكن ارتاح شويه، هو هيظبط نظام غذائي او هيسيبني ان انا ممكن اخد اسبوع راحه. بالنسبه لليوم الفري او الوجبه المفتوحه مفيش فيها مشكله، مش هتضر في الرجيم حاجه، بس اهم حاجه الاعتدال فيها، ان انا اكل اللي نفسي فيه بس بكميات قليله، ما افتحش في الكميه قوي. يعني لو نفسي في شويه محشي ممكن اخد طبق صغير، قطعه مكرونه بشاميل، قطعه حلويات، مش هتضر، بس بكميات قليله. ما احاولش ان انا افرط في اليوم ده بكميه كبيره، فبالتالي اجي اخس تاني ما اخسش كويس. كل الحاجات دي لو مشينا عليها ان شاء الله هنخس كويس قوي. ويا ريت نحافظ على نفسنا، لان احنا زي ما قلنا السمنه سبب لامراض كتير قوي. وكان معاكم دكتور هشام الوصيف، اخصائي العلاج الطبيعي والسمنه والنحافه، وان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده من استشارات طبيه. قناة الصحة والجمال، دكتور في بيتنا. الصحة والجمال